يسعدني ان يكون معايا النجم المتألق دائما اللي منور حفل افتتاح المهرجان الاستاذ احمد سلامة، والمفاجأة الجميلة اللي عاملها لنا هسيبه هو يقول لنا عليها. منور الدنيا كلها يا فندم. ربنا يخليك. المفاجأة سلمى بنوتي. سلمى ازيك؟ الحمد لله كويسة. دي أول مرة بتظهري مع بابا مش لا. كده؟ لا سمعتي تيجي عن- معايا على طول كل الأماكن كل حتة. جميل. اه طيب قول لي، حريص ان هي تكون موجودة مع حضرتك النهارده يعني مش كده؟ هي اللي بتبقى حريصة. هي اللي حريصة؟ هي بتحب تبقى معايا في أي ايفنت، في أي مهرجان، في أي افتتاح حاجة بتحب تبقى معايا. جميل. انت عندك الموهبة الفنية بقى ورثها من بابا؟ هو يقول لك بقى. لا انا عايز اسمع منك بقى. موهوبة بشدة. قولي النهارده يعني متوقع ايه في حفل افتتاح المهرجان الدورة 18؟ وطبعا النجم الجميل صديق العمر بالنسبة لك محمد رياض عامل شغل من نار زي ما بيقولوا للسنة حقيقي. الثالثة على حقيقي. التوالي. حقيقي صح. وإن كان آخر مرة كان بيكلمني امبارح أو أول امبارح بيقول لي إن دي آخر دورة ليه، هو مش عايز يبقى. ده حقيقة ما- فعلا، هو صرح لي بكده بقى. وقلت له ليه يعني طالما ناجح في حاجه بتعملها يعني ليه عايز تسيبها؟ قال لي مرهقه وكده، وهي فعلا مرهقه الى حد كبير يعني. بس يعني انا بصراحه يعني فرحان بيه جدا، لانه عامل اكتر من دوره بشكل رائع وبشكل جميل، تنظيميا واختيار المكرمين، ومهما اتقال عليهم او مهما كان فيه علامات استفهام على ناس، لا انا شايف الحقيقه انه هو ماشي بشكل كويس جدا. أكيد. قول لي، سارة طبعا أثبتت نفسها كنجمة في الفن، هل متوقع نفس النجومية للجميلة الصغيرة؟ النجاح من عدمه ده توفيق من ربنا. أكيد. وانا بعود ولادي دايما انهم يجتهدوا. حب اللي انت بتعمله هتنجح. صحيح. فاكيد هي حابه، انا يعني واضح الجينات فيها يعني أيوة. انها حابه. قولي بقى، عايز أسمع صوتك. ها اقول ايه؟ قولي لي، حابة المجال، حابة إنك تمثلي، حابة؟ الصراحة قوي. أنت بتدرسي دلوقتي؟ ايوه. بتدرسي دلوقتي؟ بدرس بس إيه لسه بقى؟ ما دخلتش جامعة. بس مدرسة يعني لسه. بس اللي حببني ان انا عايزة امثل طبعا بابي. بابا يعني طبعا. يعني طب تقريبا ما قولي- اتفرجش غير على بابي. أكيد حاجات طبعاً، مصرية. أكيد. لأن أعماله كلها جميلة ويعني متميزة. طب إيه أكتر عمل بتحبيه لبابا بصراحة، بتحبي تتفرجي عليه كتير؟ حواري بوخارست تحفة. هو الجيل ده كله بيحب حواري بوخارست، خلي بالك. طب الأعمال القديمة شوية، المولد. الصعيدي والحاجات المولد. فيلم دي. المولد ذئاب الجبل. الاستاذ عادل آه. امام. فيلم المولد بتحبيها؟ مع بحبه الاستاذ جدا. عادل امام. جميل. طب قولي لي رأيك في سارة بقى، يعني بابا عرفنا رأيه، شايفاها ازاي كممثلة، وايه اكتر حاجة بتميزها كنجمة شاب؟ يعني انا شايفه انها طلعت بشكل حلو صراحه. اتقدمت بشكل شيك. بشكل حلو. بحب ادوارها جدا يعني، مش كتيره بس بحبها يعني، بتعلم. ده اللي بحبه فيها. اكتر دور حباه ابن ليها؟ حلال ابن يسر حلال طبعا. كنت لسه هقول لك يعني. كان اللي هو اللي عمل البوم الكبير في بدايتها مش كده؟ الستارت بالنسبه لها. جميل. ان شاء الله كده يعني تبقي نجمة كبيرة زي سارة وزي بابا طبعا. وحابين بقى نطمن على اخبار حضرتك، هل بتصور حاجة، بتستعد لحاجة؟ والله النقابه واخده كل وقتي. النقابه الله واخده يعينك كله. طبعاً. سالوا الدكتور اشرف وهو هيقول لكم. والله النقابه واخده معظم وقتي الحقيقه، ومأثره شويه على بس مش شغلي. عايزين العمل النقابي ياخد حضرتك بقى من إلى حد الفن. كبير واخدني فعلا، بس ناوي اركز بقى الفتره الجايه بصراحه. إن شاء الله. لان انا بحب التمثيل. أكيد. انا مش موظف يعني انا بحب اخدم الناس وبحب اقف جنبهم، بس في النهايه انا بحب اقف قدام الكاميرا. صحيح. يعني اقف جنب الناس أيوة. واقف قدام الكاميرا في نفس أيوة الوقت. طبعاً. يعني وعايزين حاجة تعوضك بقى عن اللي حصل في قلع الحجر، يعني لسه كنا بسيرته مع ألفت عمر ومع أكتر من حد يعني، فعايزين حاجة تعوض بقى يعني تنسيك اللي حصل في قلع الحجر. لا والله كل مسلسل بيبقى ليه سلبياته وايجابياته، وساعات سلبيات تبقى اكتر، ساعات ايجابيات تبقى اكتر. انما في النهايه انا يعني بقف قدام كاميرا، بحب اقف قدامها، بحب اقدم شخصيه الناس تحبها، ايا كان العمل هو عامل ازاي يعني، وايا كانت الظروف. فانا التارجت بتاعي الناس، التارجت بتاعي اللي بيشوفني الحقيقه.
سؤال اخير بقى للقمر اللي معانا، بابا في البيت هو نفس شخصيته على الشاشه ولا مختلف؟ لا مختلف خالص. في ايه بقى قولي لي؟ طيبة وحنية ودلع طب هو كده على الشاشه فعلا، ده هو اطيب حد على الشاشه. اكتر ادواره شريرة، يعني اكتر ادواره تاجر لا مخدرات، تاجر. هي ما شافتش غير استثناءات. ما شافتش غير ما شافتش الحاجات القديمه، شافتش يعني ما تابعتش بقى ذئاب الجبل والضوء أيوة. الشارد والحاجات القديمه دي، الوتد وعيلة شلش، ويعني في حاجات كتير. يعني لما بتغلطي مثلا بيعاقبك ولا؟ لا صراحة. بيقعد يتكلم معايا بتناقش. ويفهمني الغلط من الصح، وان اللي انت عملتيه ده غلط يعني. جميل اه جميل. هو لا انا اب جميل ديمقراطي جدا جدا. جدا يعني، وبحب اتناقش واقنع اللي قدامي او يقنعني. يعني ما فيش حد بينفرد بوجهه نظر واحده، خصوصا لما الابن او البنت بيبتدوا يكبروا ويستوعبوا ويفهموا. واحنا في عندهم جيل شخصياتهم المستقلة. طبعا، واحنا في جيل انترنت وسوشيال ميديا يعني من 6 سنين، فمفتوحين على العالم ما يعني. كانش مقتنع عمره ما هيعمل الحاجة اللي انت عايزه طبعا تعمل. طبعا، ازاي تعرف توصل له، وازاي تعرف توصل لدماغه، وازاي تقدر تقنعه في ظل المتغيرات السريعه قوي اللي بتحصل لنا يعني. اكيد. بتقولي ايه لبابي بقى النهارده على الهوا كده؟ بقول له فخورة انك بابي وبحبك قوي. جميل. اظن انت يعني في قمة سعادتك طبعا بالكلام ده، مش طبعا كده؟ طبعا، لا إيه بقى؟ امرايتي لا امرايتي كلمة طيب. او لا ايه، ما فيش كلمه توصف. صحيح. والله ما فيش كلمه، يعني ما فيش كلمه مناسبه اقدر اقولها لها يعني كلمه بحبك دي صغيره قوي على اللي انا حاسه ناحيتها يعني، او اللي انا ربنا- بحسه ناحيه ولادي اصلا. اكيد ربنا يخليكم لبعض وتفرح بيها وتشوفها زي ما انت عايز يا رب في اعلى مكان باذن الله. بشكرك جدا. ميرسي لحضرتك. Thank you، جداً. شكراً. نورتونا.